قلت له بص يا واد عمي، انا لسه جاي من السفر وظروفي كذا وكذا وكذا وخدونا على الجسم وتعبت وظروفي زي دي، مش معايا فلوس. تستناني لحد ما اوصل واديك الفلوس؟ قال لي اركب والفلوس عليا. قلت له يا عمي، قال لي والله ما تدفع حاجه، اركب والحمد لله على السلامه. وصلت اسيوط، لقيت صاحبي وحبيبي منتظرني في الموقف على احر من الجمر. انا فعلا ما كنتش مصدق نفسي، ايه اللي حصل ده؟ يعني ده حلم ولا علم ولا جد ولا هزار ولا، لان انا فعلا ما عملتش حاجه ومش في بالي حاجه يعني. وصلت البيت وكالعاده امي منتظره في البلكونه. رجوعي المره دي حسسني فعلا بمعنى الوطن. الوطن اللي حسيت فيه بالامان وسط اهلي واصحابي وفي منطقتي. حسيت ان كلمه وطن كلمه واسعه قوي، وان منطقتي هي الوطن. في المحنه دي ما وقفش حد جنبي غير اصحابي. كان